السلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه رأيكم نبدأ النهاردة مع بعض في تفريزات رمضان؟ انا عارفة ان هو بدري شوية وربنا يبارك في عمركم واللهم بلغنا رمضان. بس هي مواسم، فممكن نجيب كمية دلوقتي. انا عارفة ان هي سعرها السنة دي مش رخيصة. طبعا السنة اللي فاتت كانت رخيصة جدا، كنت مخزناها تقريبا كانت 25 جنيه. بس السنة دي للأسف غالية جدا. هو كذا حد من تجار المانجا كانوا بيطلعوا في برامج التلفزيون وبشوفهم في فيديوهات بيقولوا ان المحصول مش كتير. بس انا ما كنتش متخيله ان هي هتخلص بسرعه كده او سعرها هيغلى بسرعه كده. انا السنه اللي فاتت وقعت بغلطه، ما لحقتش المانجا الزبديه وخزنت المانجا اللي هي الكيت. ما كانتش احسن حاجه في العصير. انا بخزنها طبعا عشان نستخدمها عصير، مش كل الوقت بستخدمها للحلويات، معظم الوقت انا بخزنها عشان العصير بس. فما كانتش حلوه الكيت معايا، فانا قلت السنه دي بقى مش هقع في غلطه السنه اللي فاتت واخزن الزبديه. فجبت السنة دي نوعين. جبت زبدية علشان أعملها عصير، وجبت النعومي علشان لو قصدي استخدمها في حلويات. أول حاجة بقى، أنغسل الحوض. أنا بغسلها في الحوض عشان كمية، ما كانش عندي طبق إنه ياخد الكمية دي. غسلت الحوض كويس قوي زي ما انتوا شفتوا، وهملاه مية على الآخر. ممكن تحطوا بيكنج صودا أو خل، حاجة من الاتنين، بلاش الاتنين مع بعض. هعمل الحوض كده على الآخر علشان عايزة أغسلهم كويس. ليه؟ عايزة بس أقول لكم حاجة بسيطة. إن المانجا بتكون فيها ضربات. في بيكون اللي أنا عرفته إن بيكون منها اسماعيلاوي، وفي بيبقى في الصعيد. واللي عرفته مش زي ما احنا كلنا عارفين ان المانجا بتاعت اسماعيلية احسن حاجة وهي رقم واحد. لا، المانجا بتاعت الصعيد بتكون احسن. فانتوا حاولوا تجيبوها من الفكهاني اللي انتوا بتتعاملوا معاه على طول، علشان ما يكونش المانجا من بره شكلها حلو ومن جوه تبقى مش مستوية، فيها دود ايا كان يعني يكون جواها ايه. فحاولوا تجيبوها من الفكهاني اللي انتم متعودين تشتروا منه الفاكهة بتاعتكم. انا فضيت الكمية كلها اللي انا كنت جايباها، وانا سألت عليها عند كذا حد جنبي. كانت ب45 جنيه. في واحد بس لقيتها عنده ب35. فانا كنت ناوي اشتري من عنده 2 كيلو بس، ما كنتش هشتري كله من عنده. بس الصدفة بقى، وكنت بتكلم معاه فقال لي ان هو عنده برنيكة، اخر برنيكة موجودة، وقال لي لو عايزها يعني ممكن احاول اظبط لك سعرها. فوزناها وشفناها كام ومش عارفة ايه، وزن لي الكيلو على 33. عايزة برضه اقول لكم حاجة بمناسبة توزين المانجا. مامتي قبل كده كانت جابت مانجا من سوق العبور، راحت هي وجارتنا علشان تشتري مانجا، واشتروها كان قفص كبير. فاللي حصل إيه هناك، آه، فصلوا مع البياع وخدوا بالسعر اللي هم عايزينه. بس اتفاجئوا بقى لما روحوا الوش بتاعها كويسة ومانجا سليمة وكويسة، ومن تحت كانت من بره سليمة ومن جوه كانت بايظة. فعشان كده بقول لكم حاولوا ان انتوا تخلوا بالكم وتشتروا من فكهاني انتوا عارفينه او بتتعاملوا معاه دايما. بعد ما غسلتها كويس جدا، انا غسلتها بالفرشه بتاعه الخضار، علشان من بره القشر انا هستفيد بالقشر بعد كده. فعلشان القشر يتشال من عليه الطبقه الشمعيه دي. بعد ما غسلتها كويس، في طريقتين. لو المانجا طريه شويه معايا بعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بقطعها كده بالنص بالسكينه وبفرغ المانجا من جواها بالمعلقه. دي اسهل في المانجا اللي بتكون طريه شويه. المانجا اللي هي بتكون ماسكه نفسها، بقشرها بالسكينه كده زي البطاطس زي ما انتم شايفين. وانت بتستوي المانجا حاولوا ان انتوا ما تجيبوهاش خضرا قوي او اللي هي ناشفه قوي ان هي لسه ما استوتش، عشان ما يبقاش جواها اخضر، لان المانجا السنه دي فيها وحش كتير جدا. او ممكن تقشروها كمان بالقشره بتاعه البطاطس لو انتوا مش هتستخدموا القشر. انا اول مره اجرب موضوع القشر ده، هقول لكم برضو ايه اللي حصل معايا، عشان انا ما كنتش عمري في حياتي ما كنت بستخدم القشر ده، كنت برميه. بس دي وانا بقشرها سبت فيها شويه علشان احس ان انا هعصر العصير يعني. قشرتها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين هقطعها كده من فوق البذره. هقطع نص فوق ونص من تحت، والجناب برضو هقطعها. عايزه اقول لكم هي الزبديه حتى لو غاليه السنه دي هي احسن نوع تجيبوا له عصير. لما بتجيبوا انواع تانية او اقل شوية في السعر، هي مش بتقبل المية او مش بتقبل مية وسكر كتير ان انت تعملي بيها عصير. فبتاخدي كمية مانجا اكتر ان انت تعملي بيها عصير. اهم حاجة بس خلوا بالكم منها وانتوا بتشتروا المانجا، عايزة اكد عليها عشان حرام فلوسكم ما ترموهاش على الارض.
وانتوا بتشتروا المانجا هي انتي تدوسي عليها تبقى ناشفة سنة، اللي هو مش بتدوسي عليها تحت ايدك مية، بس ما تبقاش تحت ايدك حجر، يعني ما تبقاش زي البطاطس. يعني انت كده حرام بس عشان هترمي فلوسك على الارض. هو هيقول لك خديها حطيها عندك، حطيها عندك يومين وبعدين شيليها او كده. ناس كتير جدا يا جماعه انا شفتها على الفيسبوك وقالوا ان المانجا لونها ما بيتغيرش، تبقى جوه لونها عامل زي الخيار، لونها اخضر. انا بقطعها مكعبات او اشكال عشوائيه، لان انا كده هستخدمها للعصير، فمش فارق معايا قوي بصراحه الشكل. قطعوها الشكل اللي تحبوه. انا بحب اشيلها متقطعه، اولا عشان ما عنديش مكان في الفريزر هيكفي ان انا اشيل الكميه دي كده، هاخد مكان كبير جدا. بس عايزه اقول لكم حاجه برضو تخلوا بالكم منها وانتوا بتقطعوا. لو هتجيبوا كميه كبيره 10 15 او ايا كان، ممكن تعملوا نص الكميه قطعوها، عشان المانجا بتبقى حساسة جدا، ممكن لونها يتغير لحد ما تخلصوا الكمية كلها. قطعوا الكمية الأولانية، قشروها وقطعوها يعني كانت تقطعاتكم ايه، وكيسوها وشيلوها في الفريزر. وبعدين ارجعوا كملوا باقي الكمية عشان برضو ما يحصلهاش حاجة. أنا مش بوزن، أنا ما عنديش ميزان، بعمل كل كيس كده بتقديري على حسب ما يكفيني مرة. أهم حاجة لما تيجوا تستخدموا المانجا، احنا مش بنسيبها تفك، لأن احنا لو سيبناها تفك بره ميتها اللي فيها هتطرد ميتها. فهتكون تقريبا من غير طعم خالص، فدي حاجة خلي بالكم منها وانتوا بتستخدموها. صدموها في الخلاط تكون فروزن، حاولوا انتوا تقطعوها بالسكينة، هي ينفع تقطعها بالسكينة وهي مجمدة، فتقطعوها كده بالسكينة. وفي التخزين بقى دلوقتي زي ما بوريكوا الأكياس، أنا مش بملاها على الآخر وبس فيها حتة فاضية، خرج الهواء كله منها. وبعد ما بخرج الهواء بربط الكيس من الطرف من فوق خالص عشان يبقى فيه مساحة ان الكيس يبقى مبطط كده زي ما انتوا شايفين، علشان اولا ما ياخدش معايا مكان في الفريزر، اعرف ارص الكيس كلها فوق بعضها. وثانيا عشان لما اخرج كيس اجي اعمله عصير، هو مفيش في كام دقيقة كده بيكون فك، عشان السمك بتاعه اصلا رقيق او رفيع يعني. بصوا انا جربت ساعتين، واحدة عشوائية وواحدة كيوبس، التانية دي كيوبس، الكيس التاني ده زي ما بوريكم في الفيديو. الكيوبس كانت احسن، وانا بفردها في الفريزر هي كانت خدت سمكة لما سبتها بأشكال عشوائية كانت واخدة بصراحة مكان أكبر. نيجي بقى الحاجة مهمة قوي، القشر ده قلتلكم مش هنرميه، كل حاجة بنستخدمها. كمان البذر بتاع المانجا، أنا عصرت المانجا اللي فيه، نزل كل المانجا وسبتها في المصفى. القشر أنا عشان كده كنت غسلاه كويس. القشر حطيته في الخلاط مع شوية مية. بس أنا عايزة أقول لكم حاجة عشان ما تقعش في نفس غلطتي. المانجا بيكون فيها من فوق كده بتاع البسبوسه الصغيره السودا دي، انا غلطتي ان انا ضربتها بيها، فانتوا شيلوها واضربوها بالقشر الخارجي بس. دي بقى النعوم، دي بتكون الحلويات لو تعملي اي تورته او تعملي كنافه بالمانجا. انا بخزن دول بس اللي جبتهم نعوم.